قبل ما تعمل ركنة في أهم حاجة المقاسات والتفاصيل. التفاصيل إزاي تقعد على ركنة، تقعد قاعدة مرتاحة، رجلية مرتاحة، ظهر مرتاح. أول تركة وأهم حاجة ارتفاع القاعدة منها للأرض بيكون من 43 ل 45. تاني وأهم مقاس قاعدة هندسية بتقول من المقعد للمخدع بيبقى 20 سم، وأقصى ارتفاع 25 سنتي. واحد هيسألني يقول لي ارتفاع الكتف ده كام؟ ارتفاع الكتف بيكون من 60 ل 63، أو أقصى حاجة ممكن نوصل لها 65 سم. أما العرض من 20 ل 25 سم. كبر عن كده هيبقى منظره بشع، صغر عن كده هيبقى منظره غير محبب. يبقى خدنا المخدع عرض وارتفاع، خدنا ارتفاع الركنة، نيجي لأهم حاجة، عمق الركنة كام؟ عمق الركنة بيكون أنسب حاجة 60 سم. في ركن بتوصل 90 سم، في ركن بتوصل 80 سم. لازم في قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية بتقول إيه؟ من آخر الركنة حتى آخر الظهر من ورا 45 سم ل 50 سم. بصوا معايا، ادي الخدادية مرتاحة، المسافة من هنا لهنا 45 سم. عملت ركنة 90 سم، عملت ركنة 80 سم، هتكبر الخدادية وتوصل للمسافة من 45 ل 50 سم المجعد. زادت عن كده هتلاقي نفسك قاعد مش طايل ظهر الركنة، وده عيب خطير بيتعب ظهرك. الارتفاع بتاعنا والمقاسات بتاعتنا. عايزين تعرفوا أسرار أكتر من كده؟ تابعوني على قناة أسرار ورشة النجارة على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. سلام ليكم، سلام للجميع.